السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. الفيديو بتاعنا النهاردة عن بصراحة كده يعني كلام داعية سعودي يا جماعة عن مصر وعن المصريين، وقال كلام جميل جدا يا جماعة، وهيحكي قصة طريفة وقصة جميلة جدا لقصة المصري مع الشيخ الأعمش يا جماعة. لكن إيه اللي حصل في الفيديو؟ بقول لكم إيه، ما تيجوا بقى مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو وإيه اللي حصل بالظبط واسمع منه هو هيقول إيه. بصراحة الفيديو ده جامد يا جدعان، وفيديو طريف وفيديو جميل جدا. تعالوا بقى مع بعض نسمع الفيديو ونسمع القصه وايه اللي حصل بالظبط وايه الحوار اللي دار. اسمع بنفسك وشوف وقول لي ايه رايك في الفيديو ده، هيعجبك بصراحه. الفيديو ده فاخر من الاخر ابدا، هو الفيديو ده على الفرازه. يلا خش بينا، تعالوا نخش نشوف الفيديو، يلا بينا. على المزني، بل إنك إذا تأملت وجدت أنهم كانوا في مصر وفي غيرها إذا أراد أن يطلب العلم، أحدهم إذا أراد أن يطلب العلم سلك في ذلك كل سبيل في سبيل أن يتعلمه. ذكروا أن أحد طلاب مصر رحل قديما إلى الإمام الأعمش، وكان الإمام الأعمش بعدما كبر كف بصره، وخرج هذا الطالب ترك مصر وأرضها الطيبة وجناتها وأنهارها، ترك أهله وماله وولده وخرج لطلب العلم كما هي همة المصريين منذ القديم. فلما وصل إلى الإمام الأعمش وهو قد قرر في نفسه أن يمكث عند الأعمش شهرا أو شهرين، يسمع منه 100 حديث أو 200 حديث، ثم يعود إلى أهله يعلم بها أهل بلده. فلما وصل وصلى مع الأعمش وأراد أن يقوم يسأل الأعمش، أمسكه طالب بجانبه قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع من الشيخ أحاديث. وكان الأعمش قد كف بصره، فقال له: من أين أنت؟ قال: جئت من مصر. قال: متى وصلت؟ قال: وصلت الساعة. قال: فالبث عندنا شهرا ثم اسمع العلم. قال: لماذا؟ قال: إنا قد أغضبنا الأعمش البارحة، أغضبناه وأكثرنا عليه المسائل، فغضب وأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. قال: طيب أنا ما ذنبي؟ إذا أنتم عملتم المشكلة أنا ما ذنبي معكم؟ أنا أمنع من سماع الحديث. قال: هو كذلك، أقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. فقام هذا الطالب المصري الذكي، قام إلى الأعمش قال: يا شيخ، أنا جئتك من بلاد بعيدة، تركت أهلي وتركت وطني لأطلب العلم عندك ولأتعلم الحديث وأحفظ، فأسمعني 100 حديث. قال: لا، قد أقسمت ألا أحدث شهرا. قال: أنا ليس لي ذنب ولم أكن موجودا البارحة ولا يلحقني هذه العقوبة. قال الأعمش: قد أقسمت ولا أحنث بقسمي. ثم تلمس الأعمش عصاه ليقوم. قال: يا شيخ، إلى أين تريد؟ قال: أريد إلى بيتي. قال: تعال أوصلك إلى بيتك. فخرج به من المسجد، وبدل أن يذهب به يسارا إلى بيته إلى بيت الأعمش، ذهب به يمينا إلى جهة الصحراء. فلما ذهب به هذا المصري يمينا أمسكه الأعمش قال: يا مصري، إلى أين تأخذني؟ قال: إلى بيتك يا شيخ. قال: بيتي من الجهة اليسرى. قال: لا، هنا طريق أقرب، تعال. فمضى معه الأعمش حتى وصل به إلى البر والصحراء وأوقفه فيها، ثم قال: اسمع يا شيخ. يمكن قال: اسمع يا شيخ بقى عشان تضبط يعني. قال: اسمع يا شيخ بقى. قال الأعمش له: ماذا تريد؟ قال: انت لازم دلوقتي تحدثني 100 حديث. قال: يا بني، أنا قد أقسمت ألا أحدث الناس شهرا. قال: والله تسمعني دلوقتي 100 حديث. قال: مش حسمعك. الأعمش انقلب مصري. قال: لن أسمعك. قال: والله لا تسمعني دلوقتي 100 حديث، أو والله لا أتركك في المكان ده وما تروحش لبيتك، والله حتموت في المكان ده دلوقتي. مين حيدلك على بيتك؟ فعجب الأعمش قال: يا مصري، أتحتال علي؟ حرام. قال: الحرام عليك ليس علي، أن تعاقبني بخطأ غيري. الآن هم الذين أخطأوا، وأنا جئتك من بلاد بعيدة
وتمنعني من العلم لأجل خطأ غيري؟ ارحم غربتي وأنا جئتك من بلد بعيد. قال الأعمش: لن أحدثك. قال: إذن ابقى في هذا المكان، تبقى في هذا المكان تموت بلدغة عقرب أو حية، لن أحركك. فقال الأعمش: لا حول ولا قوة إلا بالله. اكتب: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأخذ هذا المصري يكتب. وحدثنا فلان عن فلان، والمصري يكتب. ثم لاحظ هذا المصري الآن أخذ درجة أحسن مما لو حدثه في المسجد، فإنه لو كتب في المسجد سيقول: حدثنا سليمان الأعمش، أما وهو لوحدهما سيقول: حدثني لوحدي مشافهة، وهذا أعلى وأجود. فجعل يقول: حدثني الأعمش، قال حدثنا فلان، حدثني الأعمش. وإذا تكلم الأعمش بسرعة يقول له: شوية شوية، احنا مش مستعجلين. شوية شوية، احنا مش مستعجلين يعني. والأعمش جالس حتى حدثه ب50 حديثا، ثم قال له: احمل ألواحك وأعدني إلى بيتي. قال: أقول لك 100 حديث، بقي 50 حديثا، أقول لك 100 حديث. قال: يكفي هذا وغدا نكمل. قال: لا والله أنا ما أضمنك، والله تحدثني الآن تكمل لي 100 حديث. فزاده الأعمش: وحدثنا فلان وحدثنا فلان، ويسوق لها السند والمتن حتى أكمل 100 حديث. فقام هذا الطالب المصري الحريص وقبل رأس الأعمش وأمسكه من يده يقوده إلى بيته. فلما دخلوا إلى القرية نظر المصري إلى رجل صاحب دكان، فدفع إليه الألواح التي معه. قال: خذ هذه الألواح أبقها عندك أمانة. وأكمل المسير مع الأعمش. فلما وصلوا إلى بيت الأعمش التفت الأعمش وعلم أنه في بيته، لما حرك بعصاه وعلم أنه في محلته ضمن أنه وصل إلى البيت، فتعلق بهذا الطالب المصري وقال: أيها الناس خذوا من هذا اللص الألواح، خذوا الألواح. زي ما احنا سامعين يا جماعه، بصراحه الكلام جميل جدا والكلام مثير جدا يا جماعه، واللي بيحكي ده حاجه بصراحه جميله جدا، حاجه جميله جدا. انت متابع معاه ولا ما انتش متابع معاه ولا ما انتش متابع؟ انا عايزك تكمل الفيديو ده للنهايه واسمع وشوف الشيخ هيقول ايه، لان بصراحه في النهايه كده موقف جميل جدا وموقف طريف. اسمع وكمل للنهايه، اسمع مع بعض. مقهور الأعمش من هالمصري، ودائما المصريون يغلبون. قال: خذوا الألواح من هذا المصري، خذوا الألواح. فقال الناس: يا شيخ ليس معه ألواح. فأخذ الأعمش يتلمس يد الطالب غير مصدق، فقال: يا شيخ ما معيش ألواح. قال: أمال الألواح راحت فين؟ إذن أين ذهبت الألواح؟ قال: أعطيتها واحد صاحبي. فقال له الأعمش: أما إذ غلبتني فإذا رجعت إلى ألواحك فامسح كل ما فيها، فإن كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة. فقال له هذا الطالب التقي: قال: والله إنك أتقى وأنقى وأعلم من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أنك تكذب على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدي ومولاي. قالوا: فسكت الأعمش قليلا وقال: صدقت، والله إنها كلها أحاديث صحيحة، لكني أردتك أن ترجع وتمسحها ثم أقول لك إنها صحيحة، فيصيبك من الغيظ في قلبك مثل ما أصابني الآن، لكن خذها وارجع إلى أهلك. فكان المصريون منذ القديم، كان علماؤهم وطلابهم كانوا في غاية الحرص على تعلم العلم وعلى إتقانه وعلى أن يعملوا به، وكانوا ينشرونه في كل الدنيا، حتى إنك لا تكاد أن تجد اليوم عالما في الدنيا أو قارئا للقرآن إلا ولهذا الطلب ولهذا البلد الطيب عليه أثر.
زي ما احنا سامعين مع بعض الفيديو يا جماعه، وزي ما احنا سمعنا ادي كلام يا جماعه، وادي قصه المصري مع الاعمش اللي طبعا يعني هو محب للعلم ومحب للتعليم، وعايز يعني بص كده يجمع اكبر قدر من المعلومات والاحاديث والحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها. لكن الشيخ الاعمش يا جماعه حب ان هو يطلع ناصح على المصري، لكن المصري طلع انصح منه في الموقف الاخير واللحظه الاخيره، اللي هو طبعا يعني ايه، خبى الالواح يا جماعه اللي هم كانوا بيكتبوا عليها طبعا زمان، اللي هو الالواح الخشبيه، فطبعا خباها. وبعد كده مفكر الشيخ ان هو ناصح، انما ما عرفش يعمل حاجه مع المصري. اتفاجئ ان المصري طلع كمان اذكى منه وادهى منه. وهو ده اللي معروف يا جماعه عن المصريين بصراحه كده، تحس ان هو ما كانش مطمن كده، ما كانش مطمن له كده. وفي النهايه الشيخ برضه حب ان هو يعمل معاه حركه لكن ما عرفش. المهم انتهى الامور على خير زي ما احنا شفنا كده، في موقف جميل وموقف طريف جدا يا جماعه. وبصراحه الفيديو ده انا اول مره اسمعه وعجبني. ولو عجبك الفيديو لما تنساش العبنا بلايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير في فيديو جديد ومقطع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.